اكيد كل واحد فينا عنده رقم مميز بيفضله، وانا اكتر رقم بفضله هو رقم 4. عشان كده النهاردة حلقتنا عن افضل لعيبة في التاريخ لعبوا بالرقم 4. وحابب برضو اكد عليك معلومة بقولها كل مرة، ان انا بعمل في الحقبة بتاعتنا، احنا الحقبة اللي احنا عشناها وشفناها وتابعنا اللعيبة دي سنة واتنين وتلاتة واتفرجنا عليهم واستمتعنا بيهم. انما اللعيبة بتاع زمان كل الاحترام والتقدير ليهم، ولكن احنا ما شفناهمش عشان نقدر ان احنا نقيمهم ونحطهم في افضل تشكيلة في التاريخ بتاعنا احنا. يلا بينا نخش على الحلقة ونشوف افضل لعيبة اللي لبسوا الرقم 4. بس قبل ما نخش على الحلقة ما تنساش تدعمنا بالشير واللايك والسبسكرايب للقناة وتفعل زر الجرس يوصلك كل جديد. ويلا بينا وتعالوا نبدأ بالرقم 10. وفي الرقم 10 غالبا بقى يعني بقت عادة عندنا ولا ايه مش عارف، هو لاعب مصري واكيد كلكم طبعا توقعتوه وعرفتوه. رقم 4 ابراهيم سعيد. يا جماعة ما اعرفش حد تاني لعب بالرقم 4 في مصر زي ابراهيم سعيد. ابراهيم سعيد واحد من اكتر اللعيبة اللي كانوا موهوبين جدا في جيله. طبعا بدأ مشواره مع النادي الاهلي وهو لسه صغير، وتألق مع الفريق الاول، وكان باين من اول لمسة انه مختلف، لاعب عنده تكنيك عالي وسرعة وقوة بدنية وكمان جراءة زايدة عن اللزوم طبعا في بعض الاوقات. كمان لعب طبعا في خط الدفاع ولعب في نص الملعب، وكان حاجة طفرة كده في نص الملعب. اللعيب اللي فجأة بتلاقيه بيشوط قنبلة من نص الملعب يجيب جون، اللعيب اللي كان بيلعب سنتر باك تلاقيه طالع لامم 2-3 ورايح على الجون ولا فرقة معاه الدنيا. طبعا ساعتها كمان بعد ما لمع مع الاهلي حصلت اكيد كلنا عارفين شوية مشاكل وانفعالات، فانتقل بعديها للزمالك، ودي كانت حاجة غريبة جدا في وقتها. لعب هناك برضو وعمل اداء كويس جدا، ولكن حب انه يجرب الاحتراف، راح تركيا مع ريزيرو سبورت. وطبعا كلنا عارفين مشواره القصير جدا مع ايفرتون الانجليزي، والمشكلة اللي هو راح عملها والصبغة شعره باللون الاحمر وكل القصص والحوارات بتاعت ابراهيم سعيد دي. فطبعا ما طولش برا مصر ورجع مصر مرة تانية، لعب في الاسماعيلي، لعب في الاتحاد، وطبعا كالعادة كان دايما مثير للجدل سواء في الملعب او برا الملعب. وطبعا مع المنتخب شارك في افريقيا 2006 وقدر ان هو يفوز بالبطولة مع المعلم حسن شحاتة. فابراهيم سعيد يا جماعة كان طفرة في جيله، وكان رقم 10 معانا ابراهيم سعيد. وفي الرقم 9 فينسنت كومباني، لاعب طبعا مانشستر سيتي ومدرب الحالي لبايرن ميونخ. كان واحد من اعظم المدافعين في جيله، بلجيكي طبعا كلنا عارفين. بدأ مشواره الكروي مع اندرلخت في بلجيكا، لفت الانظار هناك من بدري جدا بسبب قوته البدنية وشخصيته القيادية في الملعب وهو لسه عيل صغير. في 2006 بقى راح ألمانيا ولعب مع هامبورج، بس التجربة هناك ما طولتش. وفي 2008 حصلت النقلة الكبيرة في مشواره، لأنه ساعتها انضم لمانشستر سيتي، وكان النادي لسه بيبدأ بقى مرحلة التحول الكبير بتاعت الاستثمار طبعا الإماراتي. كومباني بسرعة بقى هو قائد الفريق، وكان واحد من الأعمدة اللي السيتي بنى عليها المؤسسة اللي احنا شايفينها دلوقتي، وكان طبعا واحد من أقوى اللعيب سواء فنيا أو معنويا للفريق. طبعا قاد الفريق للفوز بالبريمير ليج لأول مرة بعد غياب أكتر من 40 سنة في ماتش QPR المعروف طبعا والمشهور. بعد كده طبعا خد الدوري 2014 و18 و19، وهدفه الرائع طبعا اللي كلنا أكيد فاكرينه جابه في ليستر سيتي، الشوطة القنبلة اللي جابت الدوري وقتها. ورغم من الإصابات الكتير اللي عانى منها في آخر فتراته، إلا إنه كان دايما موجود ودايما بيحفز زمايله، وكان واحد بيعشقه جمهور السيتي وما زال بيعشقه لحد دلوقتي. فكامباني هو رقم 9 معانا في القائمة. بقى لو رحنا الرقم 8، فرقم 8 هو الكبير المعلم اللي زي ما انت عايز تقول وهو بيب جوارديولا. قبل ما يبقى واحد من اعظم المدربين في العالم كان لاعب كرة موهوب ذكي جدا. بدأ مشواره في فريق برشلونة طبعا لاماسيا، لعب طبعا في مركز خط الوسط المدافع، وكان بيتميز بانه عقل كروي كبير، واحد في نص الملعب يقدر يتحكم لك في الريتم والتمريرات الدقيقة. هو تحس ان هو جوارديولا، يعني جوارديولا المدرب كان هو جوارديولا اللعيب، ولكن دلوقتي المدرب بقى انفعالي شوية وهو لعيب ما كانش كده. بيب كان واحد من العناصر الأساسية في فريق الدريم تيم طبعا بتاع برشلونة تحت قيادة يوهان كرويف في التسعينات، الفريق اللي كسب الدوري الأسباني أكتر من مرة طبعا، وقدر إن هو يفوز بأول دوري أبطال سنة 92.
رغم انه ما كانش نجم جماهيري زي المهاجمين ساعتها في وقتها، بس كان دايما هو القلب والعقل المدبر في الفريق، وكل اللعب بيعدي من خلاله. قعد في برشلونة طبعا لحد 2001، بعدها بدأ بقى يلف شوية، راح ايطاليا وراح بريشيا وروما، وهناك لعب جنب مارادونا لفترة قصيرة. بعد كده سافر طبعا قطر ولعب مع الاهلي القطري، ودي كانت تجربة هادية كده قبل ما يعتزل. اخر محطة ليه كانت في المكسيك مع فريق اسمه ورادوس، وهناك بدأ يفكر في التدريب، وهو اصلا كان رايح عشان يتعلم من مدربه طبعا كلنا عارفين بيلسا. بيب طبعا اعتزل في سنة 2006 وكان عنده تقريبا 35 سنة عشان يبدأ مشواره التدريبي ويوصل لأسطورة التدريب، او في ناس كتير طبعا دلوقتي زي ما كلنا اكيد بنشوف حاطينه كأفضل مدرب في التاريخ. وبالتأكيد بلا أدنى شك هو غير شكل التدريب في العالم كله، وهو صاحب الطفرة الجديدة في التدريب في كرة القدم. بيب جوارديولا كان لازم يكون معانا في القائمة، وهو رقم 8 في قائمتي. اما في الرقم 7 فهو مدافع لسه بيلعب لحد دلوقتي، ولكن هو اجبرنا انه يكون موجود في التشكيلة او موجود في القائمة دي، وهو طبعا فيرجيل فان دايك. مدافع الهولندي اللي من الطراز العالي قوي، اللي بيفكرنا بالمدافعين بتوع زمان. بدأ طبعا مشواره في هولندا، وكان وقتها لسه مش معروف قوي، لكن كان باين عليه انه مختلف، طويل قوي، بيعافر، بيقدر ان هو يطلع بالكرة من ورا بثقة كبيرة، ولسه هو مدافع لسه بيقول بسم الله الرحمن الرحيم. بعد كده انتقل لسيلتيك في اسكتلندا سنة 2013، وهناك بدأ بقى يلفت الانظار اكتر، وفاز بالدوري والكاس هناك، وكان واضح انه مش هيقعد كتير في اسكتلندا. وفعلا في 2015 راح البريمير ليج عن طريق بوابة طبعا ساوثهامبتون، وهناك بدأ يبهر الناس، وكان من احسن المدافعين في الدوري وقتها، عشان ينتقل بقى لليفربول بصفقة ضخمة جدا حوالي 75 مليون باوند. وقتها الناس استغربت الرقم ده، بس رد عليهم في الملعب من اول ماتش وهو فارق مع الفريق، قاد دفاع ليفربول وخلى الفريق بقى عنده صلابة ما كانتش موجودة من زمان. ساهم طبعا في فوز ليفربول بدوري الأبطال 2019 وبالدوري 2020، وكمان بالدوري السنة دي طبعا 2024-2025. كان قريب جدا من الفوز بالكرة الذهبية 2019 اللي طبعا كالعادة ميسي خطفها منه. اتعرض طبعا لإصابة قوية في 2020 أكيد كلنا فاكرينها، وغاب موسم كامل تقريبا، بس رجع ولسه مستمر وبيقدم اداء كويس جدا، وكان واحد من ابطال الدوري السنه دي، وحطيته كمان انا في تشكيلتي بتاعه الموسم ده بتاعه الدوري الانجليزي. ولو ما شفتش الحلقه دي روح شوفها، شوف التشكيله بقى، وشوف عملنا تشكيله قويه جدا للدوري الانجليزي، روح اتفرج عليها وقول لي تشكيلتك انت ايه. وتعالى بقى نروح للرقم 6. في الرقم 6 بقى يا جماعه لاعب مش انا اللي بقول عليه، ده نجوم كبيره اتكلمت عليه. رايحين لمين؟ رايحين لماكاليلي، واحد من اهم لاعبي الارتكاز في تاريخ كرة القدم. كلمة الديفندر دي اتسمت باسمه عشان كان بيقود بشكل مثالي اي فرقة يلعب فيها. لعب طبعا لفرنسا، المفروض كان ما يلعب للكونغو، وطبعا بدأ مشواره مع نانت الفرنسي، وبعدها راح مارسيليا، وهناك لفت الانظار وابتدت طبعا العيون تبص عليه، وهنا سيلتا خطفه وبدأ مشواره في اسبانيا لحد ما راح ريال مدريد طبعا سنة 2000. هناك بقى لعب طبعا مع زيدان وفيجو وراؤول، وكان هو اللي بيشيل العبء الدفاعي وبيوازن الفريق، لكن مشي من ريال مدريد سنة 2003، وهنا الفريق اتلخبط، الفريق بقى بايظ لدرجة ان زيدان قال لك انت كأنك شلت المحرك وسبت الالوان وشبت الشكل الخارجي اللي هو الالوان الخارجية بس، وخدت المحرك من العربية ومشيت. بعدها طبعا راح تشيلسي، وهناك طبعا كانت النجومية الحقيقية تحت قيادة بقى السبيشال 1 جوزيه مورينيو، بقى عنصر اساسي في الفريق اللي فاز طبعا بالبريمير ليج مرتين وكاس الرابطة، والدفاع بقى حديد بفضله. كان بيلعب قدام الدفاع يقطع الكرة ويوزع بهدوء من غير ما يعمل وجع دماغ، بس دايما كان بيبقى موجود في المكان الصح، ودايما كان بيعرف يخرج الكرة امتى، ودايما كان عارف امتى يفتك الكرة. كان واحد من اللعيبة اللي تعلمك يعني ايه ديفندر، تعلمك يعني ايه رقم 4 فعلا. ماكاليلي كمان مع منتخب فرنسا شارك طبعا في كاس العالم 2006، وكان من العناصر اللي قدرت توصل للنهائي قدام ايطاليا، ولكن طبعا خسروا في النهائي. ماكاليلي واحد من اهم اللعيبة اللي موجودة، ولبست رقم 4 في التاريخ، وكان لازم يكون معانا في القائمة النهاردة. ولو رحنا بقى للرقم 5 فطبعا هو المدافع الأسطوري لريال مدريد، وهو فرناندو هيرو،
واحد من أعمدة ريال مدريد ومنتخب أسبانيا. في التسعينات كانت بدايته، وبداية الألفينات بقى بدأ مشواره مع الفريق بلد الوليد ولعب هناك فترة قصيرة، لكن طبعا عيون ريال مدريد خطفته وراح ريال مدريد عشان يكون واحد من أهم المدافعين في تاريخ ريال مدريد. هناك تألق، وطبعا كان واحد من المدافعين الهدافين، كان معروف عنه انه بيجيب اجوان كتير، عشان كده كمان العيون راحت له بشكل سريع، سواء بقى كان من ضربات جزاء، من كرات ثابته، من كرات رأسية، زي ما انت عايز تقول كان لاعب هداف اصلا، يعني واحد من المدافعين الهدافين زي ما بقول لك. قرايته للملعب وتمريراته الدقيقه والخروج بالكوره بشكل مظبوط، كل دي عناصر اهلته انه يكون واحد من ابرز المدافعين في تاريخ ريال مدريد. قعد طبعا مع الريال حوالي 14 سنه، كسب خلالهم كل حاجه، 5 دوري اسباني، 3 دوري ابطال، كاس سوبر اسباني واوروبي، وكمان كاس الانتركونتيننتال بقى. كان قائد طبعا الفريق ساعتها، وصوته كان مسموع في غرفة الملابس. فهيرو كان واحد من اللعيبه التقيله قوي، وعلى مستوى طبعا المنتخب الاسباني لعب مع المنتخب اكتر من 80 ماتش، شارك في كاس العالم واليورو، بس للاسف الجيل ده ما كانش محظوظ قوي، يعني الجيل بتاع اسبانيا في وقته، فما قدرش انه يحقق اي بطولات مع المنتخب. وفي 2003 طبعا ساب ريال مدريد وراح قطر كده لفتره قصيره، وبعدها ختم مشواره في بولتون الانجليزي. اعتزل سنه 2005 وهو عنده حوالي 37 سنة. وطبعا كلنا عارفين قصته مع منتخب اسبانيا بعد اللي حصل من اللي بتيجي، الراجل كمل مكانه وكان قد المسؤولية. فهيرو كان لازم يكون معانا في القائمة، وهو في قائمتي انا في رقم 5، لانه كان فعلا مدافع اسطوري. انما بقى في الرقم 4 في قائمة افضل لعيبة لبسوا الرقم 4، فاكيد هو العملاق الصغير الكبير سيسك فابريجاز، لاعب وسط عبقري، من اكتر اللعيبه اللي عندهم رؤيه وتمريرات كانت قاتله. بدأ مسيرته طبعا في برشلونه برضه في اللمسيه، وبعد كده لقى فرصته الكبيره لما راح ارسنال، وعيون ارسن فينجر لقطته. فينجر كان شايف فيه موهبه استثنائيه، وفعلا بدأ يعتمد عليه بسرعه، وبقى اصغر كابتن في تاريخ ارسنال تقريبا. فابريجاز كان بيشيل الفريق على كتافه، بيصنع وبيسجل وبيتحكم في رتم اللعب، بس للأسف ما كسبش أي بطولات كبيرة مع أرسنال غير كاس الاتحاد الإنجليزي. 2011 طبعا أكيد كلنا فاكرين رجوعه لبرشلونة والنادي اللي اتربى فيه، وكان جزء من الجيل الذهبي طبعا اللي بيلعب فيه ميسي وتشافي وانيستا. لعب كام موسم كويس هناك، ولكن طبعا فابريجاز بتاع ارسنال مش هو فابريجاز بتاع برشلونة. قدر مع برشلونة انه يكسب الدوري ويحقق الكاس، ولكن فابريجاز هو فابريجاز ارسنال، اكيد كلنا فاكرين يا جماعة. فابريجاز ارسنال كان فظيع، كان عالمي. وبعديها طبعا في 2014 رجع بوابة انجلترا تاني عن طريق تشيلسي، وهناك بقى ظهر تألقه مرة تانية. هو في الدوري الانجليزي كان بيلمع اكتر، كان بيبان اكتر، كان بياخد فرصة اكتر وشكل اكتر، وحتى في برشلونة برضو كان رايح في تشافي وانيستا وبوسكيتس، وكانت ليلة هناك. فطبعا لما رجع تشيلسي تألق هناك وعمل موسم كبير قوي مع جوزيه مورينيو، كسب الدوري الانجليزي مرتين، وكان العقل المدبر في نص الملعب بتمريراته طبعا السحرية زي ما احنا كلنا عارفين سيسك فابريجاز. بعد كده طبعا في نهاية مسيرته بقى راح موناكو في فرنسا، وفضل يلعب هناك كام سنة، وبعد كده طبعا ختم بقى مع كومو في الدرجة التانية، عشان كان يقدر ان هو المدرب العقل المدبر الجديد في عالم التدريب، واللي متوقع له انه هيكون واحد من افضل المدربين في العالم الفترة اللي جاية. وابتدت العيون كلها تروح عليه دلوقتي، ولكنه هو مركز مع كومو. وادينا شايفين كمان في صفقات بيتكلم عن سيو هرنانديز، عايز يروح يجيب سيو هرنانديز من اي سي ميلان. ولو ما شفتش بقى حلقة الانتقالات يبقى فايتك كتير يا معلم، روح شوفها عشان عاملين حلقة انتقالات قوية جدا جدا جدا. ففابريجاز كان لازم طبعا يكون في قائمة الرقم 4 بلا ادنى شك. تعال بقى نروح لأفضل 3 لبسوا الرقم 4 في التاريخ. ورقم 3 بالنسبة لي أنا وهو خافيير زانيتي، الأسطورة الأرجنتينية يا جماعة، أسطورة انتر ميلان. مفيش حد بيشجع انتر ميلان ما يعرفش يعني ايه زانيتي، ما يعرفش قيمة زانيتي للفريق. زانيتي كان روح الانتر، كان قلب الانتر فعلا يا جماعة. واحد من اكتر اللعيبة اللي الناس بتحترمها سواء جوه الملعب او بره الملعب. طبعا بدأ مشواره الكروي في الارجنتين مع فريق بانفيلد، ومن هناك لقطته عيون الانتر وراح على طول في سنة 95 انتر ميلان. الراجل طبعا لعب مع الانتر حوالي 19 سنة، وده رقم طبعا خيالي يعني.
بقى فيهم طبعا القائد الاسطوري للفريق، وشارك في اكتر من 850 ماتش. سامعين الارقام اللي بنتكلم فيها يا جماعه؟ زانيتي طبعا كان بيلعب في كذا مركز، بقى عايزه يلعب يمين ماشي، شمال ماشي، سنتر باك ماشي، في نص الملعب ماشي، يعني ده لو عايز تحط مهاجم ما عندوش مشكله، الراجل بيلعب في اي مكان. طبعا حقق الدوري بقى كتير قوي مع انتر، وطبعا كانت اللحظه اللي غمرتنا كلنا بالعشق يعني طبعا 2009 2010 لما قدر انه يفوز بالتشامبيونز ليج مع السبيشال وان جوزيه مورينيو، وكان هو طبعا الكابتن والقائد. وفي اللحظه دي يعني محفوره في الذاكره لحد النهارده، يعني حاجه تاريخيه يا جماعه. كل ما افتكر وهو حاطط الكاس على راسه، اوه ذكريات والله واحد ما بيقدر ينساها. وربنا يسامحك يا انزاجي على اللي انت عملته فينا. على مستوى طبعا المنتخبات، لعب مع الارجنتين اكتر من 140 ماتش، وشارك طبعا في كاس العالم وكوبا امريكا. بس طبعا الجيل بتاعه ما قدرش ان هو يحقق بطولات لانه كان غير محظوظ طبعا، رغم الاداء الجيد جدا اللي كان بيقدمه زانيتي منتخب الارجنتين وقتها. زانيتي يا جماعه مش بس نجم كوره، ده كمان رمز للوفاء والاستمراريه والشخصيه القويه والكابيتانو. نادرا جدا لما بنشوف لعيب بالشكل ده بيجمع ما بين المهاره والالتزام والاحترام والقياده. حاجه يعني طبعا زانيتي يعني انا بالنسبه لي هو القائد الاول لانتر ميلان، واللي عمري ما تقريبا هشوف حد يقود انتر ميلان زي ما كان زانيتي بيقود الفريق. طبعا زانيتي كان لازم يكون معايا في القائمه بلا ادنى شك. لو رحنا بقى للرقم 2 فاكيد كلكم عارفينه او متوقعينه بنسبه كبيره جدا، وهو طبعا باتريك فيرا، واحد من اعظم اللاعبين اللي جابهم نص الملعب وخاصة في الجيل بتاعه، من رموز نادي ارسنال طبعا في العصر الذهبي بتاعهم. طبعا بدأ مسيرته الاحترافية في فرنسا مع نادي كان، وبعدها راح ميلان شوية كده، لكن هناك ما خدش فرصته عشان عيون ارسن فينجر تلتقطه وتجيبه ارسنال اللي يصنع معاهم التاريخ. طبعا الانفنسبل بقى فييرا هو كان قائد الحمله، اللاعب بتاع نص الملعب اللي يعني حالف بايمانات المسلمين ان مفيش حد هيعدي هنا، مفيش كره مش هخطفها، مفيش كره مش هعمل فيها قلق ولا هعمل فيها نوش. فييرا لاعب كان بيعرف يخرج بالكره بشكل غير طبيعي، بيقدر يوقف اي هجمه، بيستخدم بقى طوله وقوته وشراسته. كان عنده رؤية يا جماعة فظيعة جدا، كان دايما بيكسب الكرة ويوصلها لقدام بسرعة خيالية. كان قلب نص الملعب واساس التوازن في ارسنال في الجيل الذهبي ده. طبعا الراجل ده يا جماعة كسب مع ارسنال 3 دوري، في ناس في اجيال ما شافتش ارسنال بياخد دوري اصلا، الراجل ده بقى خد 3 دوري، يعني كان 3 دوري مع ارسنال. بصراحه يعني الواحد عمره ما ينسى الجيل الذهبي بقى، هنري وبيركام وبيريز، ويعني كانت ليله معلم. وطبعا مش هننسى لما دخل بقى في المنافسه الشهيره مع روي كين بتاع مانشستر يونايتد، وكانت كل المواجهات بينهم ناريه، وكان الاتنين بيحترموا بعض بس كانت الخناقه بينهم ايه ما اقولكش. اكيد كل اللي عاش الفترات دي فاكرها كويس قوي. بعد كده طبعا فيرا ساب ارسنال سنه 2005 ورجع لايطاليا عن طريق يوفنتوس، وبعد كده راح انتر ميلان ولعب عندنا شويه، كسب معاهم طبعا دوريات، وكمان بعد كده رجع انجلترا وختم مشواره كلاعب مع مانشستر سيتي في 2011. وطبعا على مستوى المنتخب كان ركيزة طبعا اساسية في منتخب فرنسا، قدر يفوز معاهم بكاس العالم 98 ويورو 2000، وكان من اكتر اللعيبة تأثيرا طبعا في نص الملعب. جيل ذهبي على مستوى ارسنال وعلى مستوى فرنسا. فباتريك فييرا بكل تأكيد كان لازم يكون هو رقم 2 معانا في القائمة، ولولا رقم 1 اللي معانا وهنقوله دلوقتي كان اكيد هو هيكون رقم 1. تعالوا بقى نروح رقم 1، واظن ان مفيش حد هيختلف عليه، واظن ان كلكم عارفينه، سيرجيو راموس، واحد من اعظم مدافعين العالم واشهر لعيبة ريال مدريد ومنتخب اسبانيا في التاريخ. بدأ مسيرته طبعا في اشبيلية وهو لسه صغير، وبعد كده على طول ريال مدريد ضمه وهو عنده 19 سنة في 2005. راموس كان مدافع قوي سريع صاحب حضور بدني غير عادي يا جماعة،
كان واحد من اهم المدافعين اللي شفناهم في تاريخنا احنا. هو مش من اهم، هو اهم مدافع جه في التاريخ بتاعنا احنا. شفناه وهو باك، شفناه وهو سنتر باك، شفناه وهو بيقاتل، شفناه وهو بيضرب ميسي، وشفناه وهو واحد من اهم اللعيبة اللي شفناها. واحد كان عنده كاريزما غير عادية. راموس يا جماعة خلال 16 سنة في ريال مدريد فاز بكل حاجة: الدوري الاسباني 5 مرات، دوري ابطال اوروبا 4 مرات، كاس ملك اسبانيا، وكاس العالم للاندية. كان دايما قلب الدفاع رقم 1 وكابتن الفريق، ويعني كان حاجة اسطورية. طبعا كلنا مش هننسى ضربة الراس بتاعته الشهيرة في اتلتيكو مدريد، العاشرة يا سادة، مين ينسى العاشرة؟ وهدف سيرجيو راموس الاكتر من رائع. كل ده تاريخي، وكل طبعا زعل وحزن عليه دلوقتي، لانه كان يستحق انه يختم مسيرته مع ريال مدريد، وكان يستحق ان بيريز حتى لو يعمل له حاجه استثنائيه زي ما شفنا مع مودريتش كده. ليه لا ان راموس ما كانش يبقى موجود؟ انا مش عارف، حاجه غريبه جدا. الاساطير دي يا جماعه في النهايات بتاعتهم لما بيتعاملوا كده فعلا الواحد بيتضايق عليهم جدا جدا جدا. مع منتخب اسبانيا طبعا راموس كان جزء بقى طبعا من الجيل الذهبي اللي كسب كاس عالم 2010 ويورو 2008 و2012. لعب مع المنتخب اكتر من 180 ماتش. طبعا كلنا عارفين انه راح بقى باريس سان جيرمان في 2021، ودلوقتي بيلعب طبعا في مونتيري. ويعني زي ما قلت لك الواحد حزين حزين على راموس جدا جدا جدا، لانه واحد من اساطير الجيل بتاعنا، واحد من اقوى المدافعين اللي الواحد شافهم مر التاريخ. يمكن لو هنعمل قائمة لاحسن مدافعين في التاريخ اعتقد ان راموس هيكون من اول 3 بلا ادنى شك، لانه فعلا يستحق انه يكون موجود في المكان ده. وطبعا بالنسبة لأفضل لعيبة لبسوا الرقم 4 هو بكل تأكيد رقم 1، ومفيش أي حد يقدر ينافس راموس في المكان ده. فدي قائمتي أنا، ودي أفضل لعيبة لبسوا الرقم 4 بالنسبة لي. قول لي انت بقى قائمتك، وقول لي رأيك تحت في الكومنتات في قائمتي أنا. هستنى رأيك بكل تأكيد. ما تنساش تدعمنا بقى بالشير واللايك والسبسكرايب للقناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. بشكركم جدا وسلام.